دخلة شتا بقى، وانتوا عارفين دخلة الشتا بتفرق عن اي دخلة. اخواتي معايا. المهم ان احنا هنا كنت بصورهم. احنا كنا خلاص يعتبر كنا خلصنا. دخلت على المطبخ عشان اعمل الغدا. تعالي بقى اما اقولك، هاتي 3 بطاطسات حلوين كده، حطيهم في حاجة، افرمي نص شفشق طماطم، نص بس، انزلي عليه بنص معلقة توم مهروس، بصلاية كبيرة مبشورة، قلبي. انا مش هنا اللي انا كنت بصور ولا كنت بحط. اختي نزلت بواحدتين 2 قرنفل، وورقتين 2 لورا. ركزي معايا واعتمديها في كل صينية بطاطس بالفراخ بتعمليها، مش هتندمي. طعمها حلو جدا. معلش انا اسفة على صوتي، تعبانة شوية، ادعولي. وانزلي بقى بشوية فلفل اسود، وادي كمون، وادي كزبرة. في حاجات عندك لو مش موجودة مش مشكلة. ودي شوية الملح لحد كده. لا، قلبي كله. انزلي بقى بشوية فلفل وشطة كده، حطيهم. كل ده احنا بنقلبه. انزلي معايا بمعلقة دبس، لا، دبس رمان، عشان الفراخ بتحب دبس الرمان جدا. انا هنا جبت صينية اكبر، نزلت عليها ب3/4 فرخة، يعني وركين وصدر. فرخة ما شاء الله وزنها كبير، فرمت معايا منابات كتير بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقولك تحفة تحفة تحفة، وجربيها ومش هتندمي، صدقيني طعمها حلو جدا. انزلي بقى بالتتبيلة والحاجات اللي احنا عملناها دي عليها كده، خلي كلها تبقى فيها، حتى لو في فتحات في الفراخ انزلي بيها. بس كده زي ما انت شايفة. نكملي. اهم حاجة في تركاية هنا نسيت اقولك عليها، حطي شوية سكر. يعني ظبطي كل حاجة، وبعد كده حطي شوية سكر مع دبس الرمان، مع دبس الرمان تخلي الفراخ طعمها حلو جدا جدا جدا، وتعجبك وصدقيني اعتمديها ومش هتندمي. صينية الفراخ دي في حتة تانية خالص. انا ممكن احط التتبيلة دي لوحدها لو عايزاها مع فراخ، بس لما حطيت البطاطس معاها، الفراخ نزلت المية، سوت البطاطس، طعمها كان حلو جدا. انزلي بقى بكده بزبدة على الوش، تكوني يعني احنا هنعلق عليها على البوتاجاز من فوق، وبعد كده نحطها تحمر وشها في الفرن. اهم حاجة وانتي حطاها فوق لازم تغطيها، بحيث ان السخونية تخليها تستوي بسرعة. شوية زيت بس وخلاص، نغطيها بقى ونسيبها على النار تغلي شوية لحد ما تخلص المية اللي فيها، ونحطها في الفرن. بصوا انا هنا كنت بعمل جنبها رز بشعرية، وانا صورت لكم. بعد كده دخلتها الفرن، ودي النتيجة. يلا جربوها ومش هتندموا. تنسوش اللايك الحلو والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني، واشوف وشكوا على خير. معلش بقى اعذروني، تعبانة والله غصب عني، ادعولي.